محمد صلاح نجم روما. احمد فتحي تحرك مميز قوي من صلاح، يا ولد عاملها كعب جميل، عندها ما بين رجلين اللاعب باسيله، انطلاقه، وادي عبد الله السعيد لمروان، ومروان والهدف الاول يضيع. الهدف الاول يضيع. مروان محسن امامنا في انطلاقه وبمهاره. بص شوف عبد الله، بص شوف عبد الله، شوف عبد الله عملها ازاي ومروان، ولكن يطلع حارس المرمى الحارس عمر سيسوكو في هذه الكره الاولى للمنتخب المصري. شوف الاطوال الكبيره والاجسام الطويله دي بيبقى عندها بطء في التحرك وركنيه لمنتخبنا، وادي اول فرصه لمروان محسن، وكان خروج من الحارس عمر سيسوكو، لكن حذاري من الكرات الطوليه وحذاري ايضا من الكرات الثابته والكرات العرضيه. ادي امامنا اللاعب ياكوبو سيلا يلعب في نادي مونبلييه، اللاعب اللي امامنا مولود في فرنسا. في الجانب اليمين انطلاقات اللاعب يتباري سامبو يتباري، لعبها خطيره الى موسى ماريجا، موسى ماريجا خطير. أباري تراوري الى موسى ماريجا، الكرات العاليه خطيره، الكره العاليه، يا ولد احمد الشناوي، الكرات العاليه، كره من ماريجا ويحاول عليها ويلمسها وهي في طريقها امامنا. بص كره ماريجا خطره جدا، الكره دي خطره جدا جدا جدا. وادي الضربه الراسيه في محاوله كانت من ياكوبو سيلا رقم 8، هو يا دوبك لمس، ولكن الشناوي راح ببراعه كبيره جدا ركنيه، وانذار مبكر بعد 13 دقيقه. كره ماريجا اللي راحت على راس اللاعب سيلا، لكن يا دوبك سيلا زحلقها كده وعلى طول الشناوي، وخطر الكرات العاليه احمد الشناوي، وخروج هذه المره لكن دون تركيز، والكره الى خارج الملعب. ادي امامنا الاعاده، احمد الشناوي يا دوب لمس، اللقطه الماضيه لا ما لمس، احنا خدنا رميه بس. هدف ضائع، راسيه سيلا من عرضيه ماريجا. بدانا 2012 والدفع بعصام الحضري الحارس التاريخي لمصر. ادي امامنا عصام الحضري، هيكون اكبر لاعب سنا، هيكون الاكثر لاعب فوزا خلال ال 368 لاعب اللي شاركوا في هذه البطوله 2017، وتاني اكثر لاعب يلعب في مرحله المجموعات بعد جيان اللي كان عنده 24 لقاء قبل مباراه اليوم. ادي امامنا الكره اللي اتصاب فيها الشناوي، اصابه للشناوي، تبديل مبكر. ادي امامنا احمد الشناوي، ضغط على اللاعبين، وامامنا هنا الحوارات، يعني خلاص تبديل قادم. عصام الحضري بدأ 96 في مارس 96 امام كوريا، وده احمد الشناوي بكاء رغبه اللاعب انه يمثل بلده، يلعب باسم بلده. وامامنا هنا الكابتن احمد ناجي، طبعا واحد من المدربين المميزين. هذا احمد الشناوي حارس مرمى اللي لعب في النادي المصري ثم انتقل للزمالك وعاد للمصري، واحد الحقيقه من اللاعبين المميزين. اشرف مدير دربه مدرب نادي الزمالك كابتن ايمن طاهر، يعني مر الحقيقه بمراحل كثيره جدا. الكابتن احمد ناجي طبعا مدرب حراس المرمى في منتخب مصر. ادي امامنا التبديل الاضطراري المبكر، لكن كان انقاذ مميز قوي، انقاذ كان مميز من احمد الشناوي للكره اللي اتلعبت من اللاعب لسانا كوليبالي، كره خطيره قوي من ماريجا. يغادر الملعب، شارك في مباراة اليوم اساسيا. كل الترشيحات كانت بتتحدث عن شريف اكرامي وعصام الحضري والشناوي، مين هيلعب، يعني كانت امور كثيره. وادي امامنا هو شريف، نتمنى له ان شاء الله السلامه، هي دي الروح اللي احنا عايزينها. بعض يضع يعني احيانا الالوان، ولكن هي مصر اولا واخيرا، دعنا من هذه الالوان. ادي امامنا احمد ناجي بقى بذكاء مع عصام الحضري، 44 عام 44 عام. ادي امامنا النجم والحارس اللي هنشوفه في هذه اللحظات، واحسن حارس في افريقيا 2006 و2008 و2010. تبديل اضطراري بعد مرور 24 دقيقه. امامنا تريزيجيه، الكرات العاليه، عبد الله السعيد الى طارق حامد، الكره اللي بنلعب عليها دايما الى محمد صلاح، يا ولد استلام حلو قوي، ومعاه سليف كوليبالي، تصلح حلوه يا نني، زي مباراه برشلونه امامنا مع الارسنال، لكن كره حلوه قوي. ادي امامنا شوف محمد صلاح الاستلام، يا ولد محمد صلاح، روعه يا محمد صلاح، برؤيه حلوه قوي، باحساس عالي. ومحمد النني المره دي يتقدم، ولكن كره النني يا دوبك كره بتعدي من فوق المقص، ومحاوله مصريه جدا الحقيقه مع هذه الكره، مع التقاط الانفاس. خروج الشناوي كان فرصه لالتقاط الانفاس ونزول عصام الحضري، وكره النني الخطيره في الدقيقه 26 من اللقاء واللي عادت العرضه. ان شاء الله تكون نقطه انطلاق، في حين انقذ الشناوي راسيه كانت خطيره من اللاعب لسانا كوليبالي مع بعض محاولات من ماريجا. ويجو ادي امامنا ويجو
ادي ويجو عنده 22 لقاء دولي واربع اهداف ال 191 سم. حضراتكم طالع فين؟ طالع فين ويجو؟ علي جبر يعني يضايقه، وده المطلوب على فكره في هذه الكرات. لكن نتجنب الركنيات، نتجنب الكرات العاليه، وادي راسيه من ويجو ولكن الى خارج الملعب. مرت بسلام. 30 دقيقه حتى الان صعبه على المنتخب المصري، لان الطقس والاجواء في ملعب اللقاء والرطوبه العاليه يعني اللي متعود عليها اكثر جمهور من مالي اتى الى الجابون للمشاركه والمتابعه. ان شاء الله النسخه القادمه هتكون في الكاميرون 2019، كوت ديفوار 2021، غينيا 2023. وادي انطلاقه من عبد الله، لازم في قدمه يا عبد الله، في الرجل يا عبد الله، الكره طويله الى خارج. هذه السبع نجوم نتمناهم يعني 8 نجوم ان شاء الله في منتخبنا، منتخب مصر اللي النهارده عليه امال كبيره في مباراه اليوم. القاب وارقام. ادي هنا بنتابع الجابون، تنظيم مشترك مع غينيا الاستوائيه، ثم التنظيم هنا للمره الثانيه، تنظيم كان في عام 2012. كره ترجع الى عبد الله السعيد، عبد الله السعيد الى محمد صلاح، الى النني، النني يا نني استلم الكوره وحط الكوره امامك استعجال في اللقطه دي. شوف امامنا الاعاده، ادي محمد صلاح رجعها حلوه قوي للنني، ومروان في المكان مناسب قوي كان الحقيقه محمد النني، المسانده المطلوبه، لكن تسديده يعني باستعجال وبروعه اماميه. هنا خطير اللاعب ماريجا، يا ولد علي جبر حتى الان واحد من نجوم اللقاء. هنا في اللقطه الماضيه احمد حجازي هو اللي كان في اللقطه الماضيه، ادي احمد حجازي هو اللي كان احمد حجازي نجم الحقيقه مميز، ممكن يقلش لكن عنده تواجد. عندك من علي جبر خطره جدا كره خطيره يحاول عليها سامبو يتباري، ولكن كره امامنا تطلع الى خارج الملعب. شوف امامنا الاعاده، كره لمست في شيفو وتطلع امامنا هو من اللاعب اللي امامنا سامبو يتباري. كرات خطيره جدا، الكره اللي قطعها وكره عدت. لازم حجازي بقى يكون مع علي جبر في يقظه اكثر من كده في الكرات. كره خطره جدا للخطير لسانا كوليبالي، مره ثانيه لسانا كوليبالي. مين اللي بيكمل معاه من وسط الملعب؟ يعني لازم هيكتور كوبر، اسامه نبيه، محمود فايز لازم يسجل من خلاله. عبد الله المايسترو، عبد الله السعيد كرة ثابتة، والحارس عمر سيسوكو، عبد الله وعبد الشافي، لكن عبد الله السعيد هو الأقرب. عبد الله لكن سهل عبد الله في ايد عمر سيسوكو، سهلة كرة عبد الله السعيد. ادي امامنا هنا ادي الكرة. شوف عبد الله السعيد، تحس الملعب تقيل، يعني الملعب رجلته تقيلة. ارض الملعب امامنا اهو، الملاعب اللي اقيمت خصيصا طبعا في الثابته في اللقطه الماضيه. تبدا الهجمه، ادي انطلاقه تريزيجيه، المساحه، المنتخب المصري بدا منتخب مالي بقى عنده ثقه زياده، ومنتخب مصر لازم يستغل المهاره والعوبه حلوه. يا ولد تريزيجيه، روعه يا مروان، ولكن على طول عمر سيسوكو. ادي الكره المثاليه، الكره النموذجيه. بص شوف تريزيجيه عاملها حلوه قوي وبالوضع طائرا، ولكن حارس المرمى الحارس عمر سيسوكو جت فوقيه، لو في زاويه لو يمين ولا شمال كانت تبقى الهدف الاول لمنتخبنا. لكن كره فيها مؤشر، فيها خطوره عن طريق مروان، وانقاذ كان من جانب الحارس سيسوكو في الدقيقه 54. راسيه خطيره وركنيه هنا لصالح منتخبنا. عبد الله السعيد افضل الاداء، كرة عبد الله السعيد الثابتة، رأسية مروان في ضغط مصري في محاولة، ودي أمامنا هنا الرأسية تتصلح لصلاح، ولكن الدفاع يتدخل مرة ثانية. ضغط مصري في هذه اللقطات، في هذه اللحظات. هذه عبد الشافي، لكن على طول عبد الشافي إلى خارج الملعب. حلوة أوي الهجمة، اتعملت سريعة مميزة. شوف أمامنا تريزيجيه واللمح وعاملها حلوة بالمقاس، ولكن هنا مروان محسن يعني ضيع فرصة كبيرة. لازم الكرات دي يا مروان، يعني هو راح حلو الحقيقه وخدها حلوه قوي، ولكن هنا بقى يعني كان عمر سيسوكو محظوظ فيها. عمر سيسوكو محظوظ في اللقطه دي. شوف عمر سيسوكو يعني يقدر على فكره للاعب محمد سيسوكو اللي اتفرجتوا عليه، واحد من نجوم لعب ليفربول وفالنسيا واليوفي والبي اس جي وفيورنتينا ولعب في ليفانتي، وحاليا بيلعب في الهند. حكم اللقاء تعليمات في ملعب بورجانتي، ملعب اللقاء هنا امام ملعب يسع 20,000 متفرج. ودي هنا محمد صلاح مع اللاعب يعقوب سيل. ادي محمد صلاح بروح رياضيه عاليه جدا، وانذار محمد صلاح، اول انذار في اللقاء لمحمد صلاح. ادي الانذار الاول لمحمد صلاح مع اللاعب سيلا، لاعب نادي مونبلي. ادي سيلا كان في نادي استون فيلا وبعد كده راح رين ثم انتقل الى مونبلي على سبيل الإعارة.
وتدخل من محمد صلاح مع سيلا، وانذار اول في اللقاء من نصيب محمد صلاح. من المرات القليله قوي محمد صلاح يعني اللي نشوفه يدخل بقوه في التحام قوي، لكن احيانا ارضيه الملعب على فكره بتخلي. ادي امامنا هنا اللاعب سيلا لاعب مونبيليه، ومعاه ايضا اللاعب ساكو في هذه الكرات الثابته الكرات العاليه. سو البديل، سو بيسوم كرات العاليه هنا الرأسيه خطره جدا، ومرت بسلام، مرت بسلام وامان. عثماني كوليبالي لاعب ماناثينايكوس، لكن معمول فيها كوره، فيها فكر، فيها يعني ادي اتزحلقت اهي من سليف كوليبالي على راس عثماني كوليبالي، ولكن مرت بسلام، مرت بامان، مرت بسلام. وبرافو يا تريزيجيه. ادوار الدفاعيه مهمه، الراجل ده لو لوحده كان هتبقى في الشباك. وعلى فكره يعني عثماني كوليبالي والده كان بطل كيك بوكسنج في فرنسا، مثل فرنسا.